بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. النهارده هعمل معاكم وصفة كيك بطريقة مختلفة، كلكم عارفينها طبعا، وانا اول مرة اعملها عندي في القناة وان شاء الله تعجبكم. هي كيك التايجر، او كيك نص ونص كده، يعني نص فانيليا ونص كاكاو. بتمنى ان شاء الله ان هي تعجبكم باذن الله، وتكون الوصفه سهله عليكم وسريعه، ما تاخدش معاكم وقت باذن الله. ادي شكلها، يعني ما شاء الله، شكل وطعم ما شاء الله جميله جدا وخفيفه قوي وطريه كده. لا، حلوه بجد خالص والله. بتمنى ان انتوا تجربوها وتقولوا لي رايكم ايه في التعليقات ان شاء الله. يلا بينا بقى نبدا وصفتنا الجميله ونشوف مكوناتها ايه. اول حاجه هنجيب 4 كوبايات من الدقيق بنفس الكوبايه، يعني طبعا انتوا عارفين ان نفس الكوبايه اللي بنعاير بيها الدقيق هي اللي بنعاير بيها جميع المقادير، علشان يا جماعه ما تتلخبطوش. ما ينفعش تجيب كوبايه تعاير بيها حاجه وكوبايه تانية خالص من نفس النوع، من نوع تاني خالص تعاير بيها حاجه تانية. لا، المقدار كده مش هيبقى مظبوط. هنا الدقيق عندي كان منخول والله، بس انا بحب انخله مره واتنين كده. ندخل كمان البيكنج باودر، عشان بيبقى ساعات فيه يعني كلاكيع صغيرة كده بتخلي طعم الكيك وحش قوي، فنخليها برضو زيادة تأكيد يكون أحسن بالشكل ده كده. زي ما قلت لكم ده مقدار كبير، لو انتوا حابين تقسموه لمقدار، يعني المقدارين اقسموه، لان انا عامله مقدارين عشان هعمل صينيه كبيره شويه، وعشان هعمل نوعين، يعني هعمل نوع بالكاكاو ونوع بالفانيليا. فانتوا لو حابين المقدار ده مظبوط جدا، لو حابين ان انتوا تعملوه مقدارين اعملوه عادي خالص، مفيش اي مشكله. هنا خلصت الدقيق، المواد الجافه كلها على بعضها. هاجي بقى المواد السائله، دول كوبايتين لبن رايب. طيب ايه اللبن الرايب؟ اللي هو كان عندي لبن زبادي قلب زبادي، فقطع كده فضربته في الخلاط عملته لبن رايب، زي الرايب اللي احنا بنشتريه من السوبر ماركت ده. كوبايتين لبن، اي لبن بقى. كوبايتين سكر، 4 بيضات، نص كوباية سمنة على زيت. انا بستعمل للمقدار يا جماعة ربع زيت او ربع سمنة، مش بكتر عن كده خالص. ودي فانيليا سايبة، سايلة قصدي، بتدي طعم حلو قوي للحلويات والكيكات والحاجات دي، مختلفة جدا عن الفانيليا اللي هي البودرة. هنا بقول لكم هنا ان انا ضرباه في الخلاط، هو كان زبادي يعني قطع معايا بقى زبادي، فضربته في الخلاط اضمن. علشان ايه؟ يعني اخد المقدار مظبوط بالشكل ده كده، من غير ما تزودي ميه ولا اي حاجه خالص. هو الزبادي اللي قطع عندك، اللبن اللي راب عندك، بتضربيه في الخلاط بيبقى بالشكل الحلو ده كده. خلاص هحط المقدار. هنا كوبايتين كده انا معايراهم بنفس الكوبايه طبعا اللي عايرت بيها الدقيق. فحطيت هنا كوبايتين، عليها كوبايتين سكر. لو حابه تقللي السكر قللي، بس ده المقدار المظبوط قوي، يعني اللي هو مسكر قوي ولا هو يعني دلع. 4 بيضات بالشكل ده كده. هو المقدار انا بحط عليه، يعني المقدار الواحد بحط عليه بيضتين بس صراحة، يعني ما بكترش بيض عن كده. هتحط شوية فانيليا بقى حلوين كده على المقدار ده. ما تكتريش قوي منها عشان ما تديكيش طعم مر او كده، فما تكتريش قوي منها، يعني هي ايه، معلقة صغيرة كده على المقدار. هنا نص كوباية زيت على سمنة. انا بحب يا جماعة اعملها بسمنة خالص والله، يعني انا ساعات اعملها بسمنة خالص، بتدي للكيك كده يعني ايه، دسامة كده وطعم حلو قوي. ما بتحسيش كده ان هي، بتحس كده ان الكيك يعني ذات قيمة كده، يعني ليه طعم. مش عارفة انا بس اللي بحس الاحساس ده ولا انتوا كمان؟ يعني لو حد بيحس الاحساس ده يقولي بقى في الكومنتات. خلاص كده، خلصنا كده كل حاجة. هنحط بقى المواد السائلة دي، هنحطها على الدقيق.
والبودر والحاجات اللي احنا حطيناها على الجاف على بعضها دي، واضربي بقى فيهم كده كويس كده بالشوكة او باي مضرب سلك عندك. طبعا اللي متابعني عارفني ان المضرب السلك بتاعي يبوظ، فانا ماليش حظ خالص مع المضارب السلك دي خالص. يعني مرة جبته سيليكون باظ، ومرة جبته سلك يعني باظ، وده تالت واحد يبوظ، مش عارفة ايه المشكلة. بس عايزة اجيب بقى واحد نوعه يكون امتن واحسن باذن الله. هنا هتضربي كويس، بس الشوكة برضو يعني ايه، نعمتها لي قوي برضو، يعني نعمت لي الخليط قوي. مفيش اي مشكلة. يلا بقى، يعني اهم حاجة ما تسيبيش فيه حاجات يعني ايه دقيق او كده. آه نعميها قوي، يعني الكيك بتحب تنعم قوي. شايفين بقى العجينة حلوة ازاي؟ يعني بصراحة كانت ناعمة جدا وجميلة قوي. يعني هي الصراحة اللبن الرايب بيديها طعم حلو برضو، يعني بيديها طعم وبيديها كده نعومة حلوة قوي. هنا هقسم العجينة الاتنين عشان هعمل نص كاكاو ونص فانيليا، فانا هنا هقسم الاتنين. هنا الكيك ما شاء الله فيه كل القيمة الغذائية اللي أطفالنا محتاجينها. يعني هما لو أخدوا يعني قطعتين كيك من دول في اليوم، فيها لبن اللي هما مبيشربوهوش ولا كده، وفيها بيض طبعا اللي هما أكيد في اعتراض يعني عند الناس كلها بسبب البيض. في يعني برضو يعني هي غنية بجد، يعني فيها كل المكونات الغذائية، فهي مفيدة جدا. ما تقوليش بقى ده حاجات سكريات وحاجات، لا دي حاجة صحية، وطبعا ما يكتروش منها كتير، بس طبعا بيبقى طعمها حلو يا جماعة والله، والأطفال كلها بتحب الحاجات دي. فدخلوا لهم بقى يعني دخلوا لهم بقى العناصر الغذائية الموجودة في البيض وفي اللبن وفي الحاجات ديت، يعني من خلال الكيكات بقى والحاجات اللي هما بيحبوها. يعني حاولوا تحببوا العيال في الأكل والله، بدل ما هما بيحبوا الحاجات الوحشة التانية دي. هنا هنحط معلقتين كاكاو كده، بس كاكاو خام. يا ريت والله تكون كاكاو خام علشان تدي لون حلو، وفي نفس الوقت احلى من اللي هي الكاكاو اللي هي بسكر. بجد بتدي لون حلو قوي. قلبي بقى كده حلو بالشكل ده كده. وانصحك ان انت يعني ايه، يعني تكتري شوية كاكاو عشان تبقى غامقة، ما تقلبش للفانيليا، ما تقلبش الكيك الفانيليا بالشكل الحلو ده. هنا هزود انا كمان، ما اكتفيتش ان هي اللون كده، فانا هغمق كمان عن كده بالشكل ده كده. انت بقى اتحكمي في الحاجة ديت على حسب ذوقك وعلى حسب ان انت يعني ايه بتحبيه يعني. هنا شوفوا بقى الكاكاو، يعني تقلي الخليط شوية، يعني حسيت ان هو تقيل. طبعا المتعودين عليا واللي عارفيني عارفين ان انا بحب على احط على كيك اللي هو بالشوكليت، احط عليه في الاخر كده يعني ايه ربع كوباية مية مغلية كده، مغلية مش سخنة، ربع كوباية مية مغلية. يا جماعة بتدي والله العظيم لكيك الشوكولات، يعني بتديها يعني طراوة حلوة قوي. جربوها، واللي بيجربها يقولي ان هو بيجربها بنفس الشكل الحلو ده. خلاص كده اندمج مع بعضه بكل سهولة، وبقى الخليط حلو يعني سايب شوية كده وحلو. اي بقى صينية عندك، بس اهم حاجة تكون صينية كبيرة تاخد المقادير. هنا بقول لكم شايفين اللون والقوام حلوة قوي، حلوة قوي قوي يعني. خلاص حضري بقى الصينية اللي هنعمل فيها، حضري ادهنيها شوية زيت كده ورشة دقيق خفيفة. هنا انا عملت في الصينية دي عشان تاخد المقدار. زي ما بقولك، لو انتي حابة تعملي مقدار واحد اعملي، واقسميه برضو عادي مفيش اي مشكلة، بس تعملي في صينية صغيرة. هنا انا قسمت كده بالشكل ده كده. هبدأ بقى احط يعني ايه شوية كده ابيض بالفانيليا وشوية بالكاكاو جنب بعض كده. ما تخافوش مش هيدخلوا ببعض خالص، بالشكل ده كده، يعني حبة كده وحبة كده بقى. حلوة قوي، شكلها حلوة قوي وطعمها لذيذ قوي بجد يعني. حاولي بقى تعملي بسرعة كده عشان تتحكمي بسرعة، تحطي شوية كده وشوية كده. ف علشان يعني ايه
ما تدخلش في بعضها، بس زي ما قلت لكم هي مش بتدخل، بس انت تلحقي عشان ما تفرش في الصينيه وتبقي ما انتش عارفه يعني ايه، تلحقي بقى تكملي. هي يا جماعه الحلويات والحاجات ديت يعني عايزه صنعه، وعايزه بال رايق كده تقعدي تفنني فيه كده وتطلعي مواهبك يعني فيها بالشكل الحلو ده. هكمل بقى يعني بعد ما خططنا الصينيه كده، فهتكملي عادي مفيش اي مشكله. انا دلوقتي كده اللي هي عصاية الشيش طاووق دي، هدخل كده المكونات في بعضها، واعملي بقى الرسمة اللي تحبيها يعني زي ما تحبي بقى. والله العظيم يا جماعة شكلها من بره كده من قبل ما تتحط في الفرن يتاكل ني بصراحة. الشكل حلو قوي، وفي اطفال كتيرة وكبار والله العظيم بياكلوا الكيكة نية. يعني ما حصلتش معاكم قبل كده وانتوا قاعدين كده تعملوا والعيال حواليكم كده بياكلوا منها وهي لسه ما استوتش؟ هي طبعا عادة سيئة والله، بس يعني هنعمل ايه بقى، اتعودنا عليها. بالشكل الحلو ده، شايفين شكلها جميل ازاي؟ قمر قوي يعني كده، هانم كده في نفسها بجد والله. بالشكل الحلو ده. يلا بقى ندخلها على الفرن بقى سخن، على درجة حرارة 200. انا هعملها 200 لان كل واحدة تتحكم بقى في الفرن بتاعها. انا على درجة حرارة 200 الفرن بيطلعها لي حلوة قوي. وعايزة اقول لكم على حركة حلوة قوي تعملوها لما تيجي تسووا الكيك. ارفعوا الشبكة بتاعة الفرن لفوق، يعني ما تحطوش على الارضية بتاعة الفرن، لا لا، ارفعوا الشبكة ذات نفسها لفوق قوي، بحيث ان زي ما انا رافعاها كده هتحمر من تحت وتحمر من فوق، يعني السخونية هتجيلها من فوق كده. فمن غير ما تشغلي شواية، والله دي طلعتها ما شغلت شواية ولا شغلت اي حاجة بجد. انا عملتها كده. الحركة اللي بقول لكم عليها دي، ترفعي الشبكة لفوق قوي، فتوزيع الحرارة هيتوزع على الكيك من فوق ومن تحت، هيسويها لك في يعني ايه، في فترة بسيطة، وفي نفس الوقت هتطلع مستوية وجميلة بالشكل الحلو ده. قطعيها بقى بالشكل اللي انت تحبيه، يعني مربعات مستطيلات زي ما انت عايزة. قطعيها. هي بصراحة كان شكلها حلو وطعمها حلو والله. يعني المقدار مظبوط، اللي هتاخد مني ان شاء الله الوصفة دي هتعجبها قوي لان مقدارها مظبوط قوي. الحمد لله يعني يا رب مظبوطة قوي. هنطلع بقى منها قطعة كده واوريها لكم. هي المفروض بصراحة ما تتقطعش وهي سخنة كده خالص، يعني بصراحة تسيبيها ترتاح شوية، لان الكيك اصلا المفروض ان هو بيقعد في الفرن اصلا يرتاح، وبعد كده يعني ايه، ياخد درجة حرارة كده للجو، وبعد كده تطلعيه من الفرن بقى ايه، علشان ما يهبطش معاكي. بس هنا الحمد لله لا هبطت ولا عملت اي حاجة. شايفين بقى سخنة كده مولعة ما شاء الله، تدفينا بقى في التلج اللي احنا عايشين فيه ده. لا الشكل حلو جدا يعني، الشكل ما شاء الله. زي ما قلت لكم انا ما عملتهاش قبل كده على القناة خالص، فحابة ان شاء الله ان هي تعجبكم، ان شاء الله بإذن الله تعجبكم وتنول رضاكم. بتمنى بقى ان انتوا تجربوها، ولو جربتوها تقولوا لي رأيكم فيها ايه، وتعملوا لي اشتراك حلو كده منكم، تعليق حلو كده، عشان اكمل معاكم ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع السلامة.